اهلا بكل متابعي قناة اخبار الزمالك. حمدي النقاز وصدمة جديدة. بس برضه متفائل. مبدئيا كده ما تنسوش البث المباشر، قلنا هيبقى الساعة 6 ان شاء الله، كمان ساعة من دلوقتي. وفي بث مباشر بعد المباراة على طول بإذن الله. لما نفوز هنحيي جماهيرنا وهنفرح سوا زي ما قلنا لكم. صدمة في الزمالك قبل القمة بسبب النقاز وهذا الاتجاه السائد. قبل دقائق قليلة من المنتظر أن يحسم السويسري كريستيان جولس المدير الفني للزمالك مصير اللاعب حمدي النقاز من المشاركة أمام الأهلي عقب المحاضرة الفنية، حيث كان اللاعب قد تعرض لإصابة بكدمة في الأنكل خلال تدريب الخميس الماضي وشارك في تدريب الأمس. أشعر اللاعب بألم من جديد اليوم، وبات هناك شكوك حول لحاقه بالمباراة، وأصبح الاتجاه السائد حاليا والأقرب هو استبعاد اللاعب من المباراة والبدء باللاعب حازم إمام مركز الظهير الأيمن. وبيلتقي اليوم الزمالك فريق الاهلي في المباراه المؤجله من الجوله 17 مثبت الدوري. للاسف يا جماعه حمدي النقاز كده بنسبه كبيره مش هيلعب. محمود علاء حواليه شكوك كتيره، هنعرف بعد قليل هو هيكون موجود بجد ولا لا. ربنا يستر يا جماعه، الدنيا عماله بتتأزم، بس برضه الزمالك ابطال. اللي هينزل هيموت نفسه، اللي هينزل عايز يثبت نفسه. حازم امام لو نزل انا شايف ان بص اي حد هينزل هيموت نفسه. ليه؟ حمدي النقاز واخد مكان حازم امام. طيب لو حازم امام نزل النهارده وعمل حاجه واجتهد وادى اداء كويس جدا، فطبعا هيحط رجل تاني مكان حمدي النقاز وده هيفرق كتير. نفس الكلام محمود علاء لو ما نزلش ومحمد عبد الغني نزل، محمد عبد الغني هيحاول يثبت نفسه. فهي مساله حرب من نادي الزمالك ان احنا نكسب النهارده، بامر الله هنكسب كتير. استنونا في البث اللي هيبقى الساعه 6 مساء. الى اللقاء.